حارة برجوان. في مشهد رأس نبيل عبيد في الفرح بيبان وسط المعازيم إن في واحدة ماسكة عيل صغير، المفروض يعني، بس اللي ماسكاه باين بوضوح إن ده لعبة بلاستيك، وبتظهر في كذا كادر وكمان في الكادرات الكلوز. ريد آي في آخر الفيلم لما بيقع على السلم بيبان في ظهر السفنج اللي محطوط جوه هدومه علشان يتحمل الوقعة. المصير وهم ماشيين في الممر ده بيبان من فوق كابلات الكهرباء اللي متثبته في السقف ورايحه لللمبات اللي جوه الفوانيس، مش اللمبات بتاعه اضاءه الفيلم، لا، هما بيصوروا في اماكن حقيقيه، فدي الاضاءه بتاعه المكان، بس محدش خد باله انها هتبان. رامبو واللي خد باله من الخطا ده وبعتهولي، وهو بيطلع من العربيه بيبان انعكاس البوم مايك على الازاز بتاع العربيه. وسط المدير في اول الفيلم في الطابور بتاع الاسانسير بيبان ايد واحد بتسحب الكومبارس اللي في الطابور علشان يتحرك. مين ستريتس روبرت دينيرو وهو داخل الأوضة بيبان تحت الفلانة الترانزميتر بتاع المايك. اللعيبة واللي خد باله من الخطأ ده البوليس بيخش على شقة حسين فهمي وهو لوحده وبيقبضوا عليه وبياخدوه. في اللقطة اللي ماشيين فيها في الطرقة وبيفتحوا باب الشقة عشان يطلعوا بيبان في المراية اللي على اليمين إن في واحد قاعد في المكان ملوش علاقة بأحداث الفيلم، حد من فريق الإنتاج. أنا عزيز بيه وبطلب النائب العام. طب جيبوا لي المحامي بتاعي. أنا عايز المحامي بتاعي يا أستاذ. أمبيولانس كذا مرة طول الفيلم بيبان يا إما خيال الكاميرا أو خيال الدرون أو انعكاس الكاميرا نفسه في الإزاز. المنزل رقم 13 واللي خد باله من الخطأ ده التاكسي اللي بتركب فيه بتبقى نمرته 6647. لما بتنزل منه بتبقى نمرة التاكسي 4774. هاش في المشهد اللي بتغزوا فيه من قبل أصلا ما بتلف بالسكينة الممثل بيعمل رد فعل كأنه اتضرب فعلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.